السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انتي كتوجدوا الكونكورات هاد الايام فضروري خاصكم تكونوا عارفين الحصيله الاجماليه ديال الحكومه الحاليه 2021 2026 اللي كتوصل للنهايه ديال الولايه ديالها. في هذا الفيديو غادي نلخصوا اهم الركائز الانجازات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي خاصكم تعرفوها وتكتبوها في اوراق الامتحان. وجدوا ورقه وستيلو ويلا نبداو. اول حاجه خاصنا نعرفوها هي ان الحكومه الحاليه جات في سياق استثنائي: ازمه كورونا، الجفاف، التضخم المستورد. البرنامج الحكومي ديالها تبنى على توجيهات النموذج التنموي الجديد وركز على 3 ديال الركائز اساسيه: 3 piliers fondamentaux: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية consolider les piliers de l'état social، إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، relancer l'économie nationale et stimuler l'emploi، تعزيز حكامة التدبير العمومي améliorer la gouvernance de la gestion publique. دابا غادي ندوزو للدولة الاجتماعية وهو القلب النابض ديال حصيلة هاد الولاية الحكومية. إلى سولوكم في الكونكور هادو هما النقاط اللي خاصكم تذكروا. أول حاجة ورش الحماية الاجتماعية لا بروتيكسيون سوسيال، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لامو أسيغونس مالادي أوبليغاتوار لفائدة ملايين المغاربة، إدماج الفئات المستفيدة سابقا من النظام الرميد في النظام أمو-تضامن، إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر إيد سوسيال ديريكت للأسر المعوزة والأطفال في سن التمدرس. قطاع الصحة والتعليم، إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإحداث المجموعات الصحية الترابية، تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 والمخطط الوطني لتسريع تنظيم تحول منظومة التعليم العالي، الحوار الاجتماعي لو ديالوج سوسيال، توقيع اتفاقيات تاريخية مع النقابات أسفرت عن زيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور سميك أسماك. أما على المستوى الاقتصادي والمالي فالحكومة واجهت تحديات ماكرو اقتصادية كبيرة. أهم الإنجازات اللي خاصكم تسجلوها هي ميثاق الاستثمار الجديد لا نوفيل شارت دو لانفستيسمون، الهدف منه هو رفع حصة الاستثمار الخاص اللي توصل لثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، مواجهة التضخم لا جيستيون دو لانفلاسيون ولا كونترولي لانفلاسيون، الحفاظ على توازنات صندوق المقاصة لا كيس دو كومبونساسيون لدعم المواد الأساسية بحال الغاز والسكر والدقيق، بالإضافة لدعم قطاع النقل الطرقي للحد من ارتفاع الأسعار. السياسة المائية لا بوليتيك دولو، تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي وبناء محطات تحلية مياه البحر بحال محطة الدار البيضاء ومشاريع الربط المائي بين الأحواض. كخلاصة، حصيلة الحكومة 2021-2026 هي واحد الحصيلة تميزت بالتركيز على البعد الاجتماعي وإصلاحات هيكلية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. هاد المؤشرات والأوراق بحال الدعم المباشر وميثاق الاستثمار هي مفاتيح النجاح. ندوزو دابا للسياق والتحديات الكبرى. هنا خاصنا نعرفوا ان الولايه الحكوميه الحاليه ما كانتش سهله، بل واجهت ما يسمى اقتصاديا بالازمات المركبه او المتتاليه لي كريز سكسيسيف. اول حاجه تداعيات جائحه كورونا اللي بقات مكمله معنا متبوعه بالتوترات الجيوسياسيه الدوليه بحال الحرب في اوكرانيا اللي شعلت العافيه في اسعار المواد الاوليه والطاقيه، وبلا ما نساو التحدي الاكبر اللي هو الجفاف الهيكلي وتوالي سنوات الجفاف. كما كتشوفوا معايا تقسمنا هاد التحديات لجوج ديال الاصناف. اول حاجه توالي سنوات الاجهاد المائي والتقلبات الاقتصاديه العالميه من جهه اخرى. دابا غادي نحاولوا اننا نشرحوا كل وحده فيهم بوحدها. نبداو باول حاجه التقلبات الاقتصاديه العالميه. هنا خاصكم تعقلوا على هاد العوامل اللي اثرت مباشره على الميزانيه ديال البلاد والقدره الشرائيه للمواطن. تداعيات ما بعد جائحة كوفيد-19 اللي دارت ارتباك سلاسل التوريد العالمية للشين دابروفيزيونمون، ارتفاع معدلات التضخم المستورد لانفلاسيون امبورتي، وهذه كلمة مفتاحية غالية في الكونكورات. التضخم ما جاش غير من الداخل بل جا نتيجة الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة الوقود والمواد الأولية في السوق الدولية. النتيجة المباشرة هذا الشيء فرض ضغوطات متزايدة على توازنات الميزانية لكليبر بيدجيتير ولا القدرة الشرائية للمواطنين، الشيء اللي خلى الدولة تدخل ميزانيات ضخمة في صندوق المقاصة لامتصاص هذه الصدمات.
ندوزو دابا البطاقة الثانية اللي فيها التحدي الأكبر والمستمر. توالي سنوات الإجهاد المائي، المغرب واجه أسوأ موجات جفاف منذ عقود، وهذا الشي كانت عنده تداعيات وخيمة حيث الاقتصاد ديالنا كيعتمد بزاف على الفلاحة. هنا المكتوب هنا كيعطينا جوج ديال النقاط أساسية للتعامل مع هاد الأزمة. إذا نبداو بالتدخل الاستعجالي لمواجهة نقص الحاد في الماء، ونلقاو حلول سريعة للساكنة المتضررة. إعادة هيكلة شاملة للسياسات المائية، la restructuration globale des politiques de l'eau. وهذا هو الأهم. المغرب ما بقاش كيتعامل مع الجفاف كأزمة عابرة، بل كمعطى هيكلي دائم. هذا الشيء اللي فرض تسريع مشاريع كبرى بحال الربط بين الأحواض المائية بحال سبو أبي رقراق، وتحلية مياه البحر لأمن تزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي. ونصيحة مني كالعادة في هذا المحور، إلا تحط لكم شي سؤال في الكتابي حول وضعية الاقتصاد الوطني، ضروري تربطوا التحليل ديالكم بهاد الجوج ديال النقاط: التضخم المستورد والإجهاد المائي، حيت هما اللي كيفسروا علاش مستويات معدلات النمو والطو كرواسونس عرفت تذبذب في هاد السنوات الأخيرة، وعلاش الدولة توجد الاستثمار الضخم في البنية التحتية المائية. دابا المحور المتعلق بالمكتسبات الدبلوماسية والسيادية، ترسيخ السيادة والجاذبية الدولية. هذه المرحلة تميزات بانتصارات دبلوماسية متوالية لفائدة قضية الصحراء المغربية، والأفكار الأساسية اللي خاصنا نخرجوا بها هي الاحترافات الدولية الواسعة، تزايد الدعم ومواقف دول وازنة وقوى عظمى لسندات المغرب في قضية الصحراء، والفتح المتتالي للقنصليات في مدينتي العيون والداخلة. مبادرة الحكم الذاتي للإنيسياتيف دوتونومي، ترسيخ هذا المقترح كإطار وحيد وأوحد للحل جدي وذي مصداقية لدى المنظمة الدولي. الجاذبية الدولية l'attractivité internationale، هذا الاستقرار السياسي والدبلوماسي ينعكس مباشرة على الاقتصاد ويعزز ثقة في كبار الشركات العالمية باش تجي تستثمر في المغرب في قطاعات استراتيجية بحال صناعة السيارات، الطيران والطاقات المتجددة. وديما في التحليل ديال هذا الشيء خاص الإشارة لأن السياسات الخارجية للمملكة هي مجال محفوظ لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هو المهندس الأول لهذه الانتصارات والنجاحات الدبلوماسية. الجزء دابا الركيزة الأساسية في الحصيلة الحكومية وهي الدولة الاجتماعية. هذا المحور كيتلخص في جوج ديال النقاط أساسية. أولا التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية السامية. الورش مبني أساسا على الرؤية الملكية لحماية الأسرة المغربية، والحكومة هنا كتلعب دور المرفق التنفيذي باش تخرج هذه المشاريع لأرض الواقع في الأجال المحددة لها. ثانيا تأهيل القطاعات الخدمات الأساسية بحال بناء دولة اجتماعية قوية، التركيز كامل تحول تطوير وتأهيل القطاعات الحيوية اللي كتمس المواطن بشكل يومي، وعلى رأسها قطاع الصحة والتعليم، بالإضافة للإصلاحات الهيكلية في منظومة الدعم التضامني. دابا الركائز الأساسية لتعميم الحماية الاجتماعية، هذا الورش كيقوم على 3 ديال الركائز رئيسية. الركيزة الأولى هي تعميم التغطية الصحية الإجبارية لامو. المضمون ديالها هو توسيع الاستفادة من التغطية الصحية باش تشمل ملايين المهنيين والمستقلين وغير الأجراء، مع تكفل الدولة باشتراكات الفئات الهشة والفقيرة. الركيزة الثانية الدعم الاجتماعي المباشر، وهي مبادرة لإطلاق دعم مالي شهري مباشر كيمشي لفائدة الأسر المعوزة المستوفية لشروط الاستهداف عبر السجل الاجتماعي، والهدف منه هو صيانة حقوق الطفل، محاربة الشيخوخة وتعزيز التماسك الأسري. الركيزة الثالثة هي إصلاح منظومة الصحة، حيث ما يمكنش نديرو تغطية صحية بلا تأهيل المستشفيات. هذه الركيزة ركزت على بناء وتأهيل مئات المراكز الصحية، إحداث المجموعات الصحية الترابية، والارتقاء بوضعية الأطر الطبية والتمريضية. هادو هما 3 ديال السوارت اللي مبني عليهم ورش الحماية الاجتماعية في هذه الولاية. إذا ندوزو دابا لواحد الورش اللي حيوي ومصيري، العنوان ديالو الاستثمار السيادي في الأمن المائي. أول حاجة كتفاجئنا هنا هو هذا الرقم الضخم 143 مليار درهم، وهي واحد الكلفة المخطط الوطني للماء اللي رصدتها الدولة لمواجهة شجاعة الإجهاد المائي.
الإجراءات العملية اللي دارت في هذا الإطار هي تحيين البرنامج الوطني للماء بهدف تأمين التزويد بالماء الشروب ومياه السقف في كاع المناطق. طرق السيارة المائية، تسريع وتوسيع طاقات ربط الأحواض المائية، بحال كما قلنا قبل مشروع الربط بين حوض سبو وأبير عقراق باش الماء يمشي للمناطق اللي خاص فيها الخصاص. محطات تحلية مياه البحر الكبرى، الاعتماد على تكنولوجيات التحلية كخيار استراتيجي لتأمين حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب وتخفيف الضغط على السدود. باختصار هنا كتشوفوا بلي مواجهة الجفاف انتقلت من تدبير واحد الأزمة عابرة لاستثمار هيكلي ضخم قيمة 143 مليار درهم لضمان الأمن المائي للبلاد. كما كتشوفوا معايا هاد المؤشرات والأرقام اللي كتدل على جاذبية الاقتصاد الوطني. العنوان ديالها تطور مداخل الاستثمارات الأجنبية المباشرات. كيف كتشوفوا في المبيان كاين واحد الصعود صاروخي في المداخل. في 2021 بدات 32.5 مليار درهم، في 2023 طلعت 41 مليار درهم، حتى 2025 فين دارت واحد القفزة نوعية وصلت ل 56 مليار درهم. باش نفهموا هذه الفكرة مزيان، هاد الملايير ماشي غير أرقام في الأوراق، بل كتعني أن كبار الشركات العالمية ولات عندها ثقة عمياء في المغرب بفضل ميثاق الاستثمار الجديد. وهذه الثقة هي اللي كنشوفوها اليوم في الواقع على شكل مصانع كبرى كتزاد في قنيطرة، طنجة، وصناعة الطائرات في النواصر، وهي اللي كتخلق فرص شغل جديدة للشباب والمغاربة. يعني هذا المنحى التصاعدي كيبين بلي المغرب مبقاش غير بلد مستهلك، بل ولا قطب استثماري عالمي حقيقي كيجذب رؤوس الأموال في قطاعات المستقبل بحال السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة. دابا معايا في هذا السلايد اللي فيه الخلاصة بالأرقام والمؤشرات الكبرى، والعنوان ديالو هو المؤشرات القطاعية والكلية الكبرى للولاية. هاد الجدول كيعطينا مقارنة حقيقية بين فاش بدات الحكومة في 2021 وفاش كملات في 2025 2026. يلا نفكوه بسطر بسطر ونشوفوا شنو كيعني هادشي في الواقع. اول حاجه السياحه والعمله الصعبه. كنشوفوا القطاع السياحي، عدد السياح السنوي اللي انتقل من 10.3 مليون سائح في 2021 ل 19.8 مليون سائح في 2025 2026. باش نفهموا هذه الفكرة، هذا الارتفاع القياسي كيعني انتعاش الفنادق، النقل، الصناعة التقليدية، والأهم من هذا الشيء كامل هو توفير العملة الصعبة اللي كتحرك لنا البلاد. تاني حاجة عجز الميزانية. هنا كاين واحد العجز الميزانية كنسبة من الناتج الداخلي الخام اللي هبط من 3.9% في 2021 3.5% في 2026 2025. الفكرة هنا هو أن الدولة رغم كثرة المصاريف والأزمات قدرت دير واحد التوازن مالي، واحد ليكيليبر، وتحسن الاستدامة والاتزان المالي ديالها، يعني ما كايناش واحد العشوائية في التدبير. ثالث حاجة هي الطاقات المتجددة. حصة الطاقات المتجددة في المجزيز الكهربائي الوطني طلعت من 37.1% ل 45.1%. شنو الأثر ديالها في الواقع؟ هادشي كيبين تسريع الانتقال الطاقي النظيف والهيدروجين الأخضر. يعني المغرب غادي في طريق أنه ينقص من التبعية للخارج في الطاقة وينتج واحد الضوء نقي ومغربي 100%. رابع حاجة هي احتياطات الصرف. احتياطات الصرف الأجنبي طلعت من 330 مليار درهم 444 مليار درهم. باش نفهموا هذه الفكرة، هذا الاحتياطي الضخم هو الدرع الوقيد للاقتصاد المغربي، كيعني أن الدولة عندها قدرة استيرادية قوية ومستقرة وكتحمي قيمة الدرهم في السوق الدولية من الصدمات الخارجية. باختصار هذا الجدول كيبين بالأرقام كيفاش تبدلت المؤشرة الكبرى للبلاد فضل الأوراش اللي تفتحات. وحتى لهنا كنكون وصلنا للنهاية ديال العرض ديالنا. كنتمنى يكون الشرح واضح واستفدتوا معايا اليوم. الا كان عندكم اي اسئله او شي حاجه ما مفهوماش مزيان في هذا العرض، خليوها ليا لتحت في التعليقات وغادي نجاوب عليها كامله ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم.